مصر نادي. مصر نادت يا ابن بطني، قدامي روايات كتير يكتبها الديب الخطير وعم بقش على السرير، يذلنا بطلع الجناب وفي الهجوم على إسرائيل. وكم مرة رمى شباك واصطاد بيها 1000 أسير. حسيت انه كان جيفارا او حتى ويليام شكسبير، بس انت اديله طيارة وعدوا الضحايا في التحرير. مصر نادت. مصر نادت يا ابن بطني، ايه حكاية الغاز كمان؟ سرقوا من قوتي وعرقي حتة مني للامريكان. حط ايده في ايد شارون والشعب جاله جنان، والحديد من حق عز والفوسفات في حساب سوزان. مصر نادت. مصر نادت يا ابن بطني، قول لي حكاية الاباحة بوضوح وبصراحة. العدل بكل وقاحة قال على الثوار ولادنا مليين التحرير اباحة. اما انزل حبة عساكر لاجل افعال البجاحة. طيب شرم ما فيهاش اباحة، والغردقة ما فيهاش اباحة، والهرم ما فيهوش اباحة، ومكتب عنايتك اصل الاباحة. ام رد وقلبي سياحة. مصر نادت. مصر نادت يا ابن بطني، ايه اخر الدم الشهيد؟ اصل خايفة من الديب ده مجرم وراجل حويط، ومش غريب على قاضي مصري انه يغرق في المحيط. خايفة لتكون النهاية للحرامي عن قريب، تبقى دي اصل الحكاية والشهيد اصبح غريب، ويتحكم لي بالبراءة ويقوم لنا من على السرير، وينتقم لسوزان وجيجي من الصغير والكبير، ويبيع كمان الاهرامات ومعاه هدية نهر النيل، ويتحاكم كل ولادي اللي نزلوا في التحرير. مصر نادت. مصر نادت يا ابن بطني، هي دي نهاية الرواية. مات خلاص العدل منا وراح خلاص دم الضحايا. حسبي الله على اللي باعني واللي زور في الحكاية. بكرة من يمسح دموعي وولادي مش معايا. بكرة من يمسح دموعي وولادي مش معايا. بكرة من يمسح دموعي وولادي مش معايا. مصر.